استنفار أمني مروع بمدينة تارودانت. عظام بشرية تخرج من تحت الأرض أثناء حفر استيسان بناية سكنية. هل نحن أمام جريمة قديمة مدفونة أم مقبرة منسية؟ السلطات الأمنية تفتح تحقيقا عاجلا لكشف ملابسات هذا الاكتشاف الصادم. ومن تارودانت إلى سيدي بنور، حيث خيم الحزن على دوار القواسم بعد وفاة سيدة حاملة وطفلها ذو 10 سنوات غرقا داخل حوض مائي في فاجعة هزت المنطقة. وفي تونات، عليان شعبي يسود جماعة ناس باب الحيط. السبب حسابات سياسية ضيقة دفعت المعارضة للتصويت ضد ميزانية 470 مليون سنتيم كانت مخصصة لإصلاح الطرق والقناطر التي دمرتها الفيضانات الأخيرة. الساكنة تستنكر هذا الاصطفاف ضد مصالحها وتطالب بتدخل سلطات الوصاية. وفي أسفي، تجار المدينة القديمة يستغيثون بعد شهور من فيضانات وادي الشعبة، مطالبين بتسريع الإصلاحات قبل الصيف. وبمدينة سلوان، انقطاع مفاجئ للماء يخرج السكان من صمتهم ضد الشركة الجهوية للخدمات. قصص الموت والسياسة والإهمال تتصدر عناوين صحف اليوم. شاركونا رأيكم، هل تبرر الحسابات السياسية حرمان الساكنة من البنية التحتية؟ لا تنسوا الاشتراك لمتابعة كل جديد. كانت معكم أخبار اليوم تي في. السلام عليكم.